مساء الخير. نتكلم النهارده عن المترو. احنا بنركب مترو اصلا ولا صحراء؟ بنركب، تمام. المترو يعني اسرع وسيله مواصلات، يعني ارخص وسيله مواصلات، يعني الناس العرقانه. احلى تحيه للناس العرقانه. لما نقول الناس العرقانه يعني ارفع دراعك ونزله، يعني حك حكتين وشم مرتين. في شركه موبايلات شعارها كذا كونكتنج بيبل، واللوجو بتاعها اتنين بيسلموا على بعض. انا شايف ان الشعار واللوجو ده اولى بيه المترو، يبقى مترو كونكتنج بيبل، واللوجو مثلا وش واحد بيحك تحت باط واحد. يعني انت بتبقى واقف في المترو وواحد مش كونكتنج معاك، ده لابس معاك البنطلون وهيبوسك في بقك خلاص. فعادي وقشطه وصباح الفل وهنستحمل بعض، وتلاقيه مش عرقان بس تلاقيه واكل كشري او بصل. ساعتها هتدعي ربنا ان مفيش اي حاجه تضايقه، لان لو دبانه عدت قدام وشه بس وشم انت بقى. يعني انا امنيه حياتي يعملوا 3 انواع للتذاكر: تذكره نظيفه بجنيه، كشري وبصل 5 جنيه، عرقان 10 جنيه، ويكتبوا على التذكره ما بين قوسين النظافه من الايمان، او انضفوا بقى. وبرضه عشان الناس العرقانه ليها علينا حقوق وواجبات، نعمل لهم مواسير يمسكوا فيها عشان ما يقعوش، بس تحت بدل اعلان مزيل للعرق اللي هم عاملينه ده. صح ولا انا غلطان؟ يعني بعيدا بقى، يعني في وسط بقى الزحمه والمترو والكشري والبصل والعيل الصغير اللي واقف ورايا وهرق امي من الصبح شد في البنطلون، شد في البنطلون. طب والله يعني انا مش عايز احلف. وسط بقى الواد دوت والكشري والبصل والعرق وكل ده، تلاقي واحد طالع لك من تحت باط واحد كده يقول لك بيع مكسبها الصلاة على النبي. يعني ويرمي لك شوكولاتتين على حجرك، يقول لك هادي وراضي بدل ما تروح فاضي، فرح حماده ومياده وربنا ما يقطع لك عاده. انا في وسط الزحمه هفكر يا اخي يحرق حماده على مياده، ده انا ورايا عيل عمل عروه في البنطلون من ورا. يقول لك 2 شوكولاته كورونا بالحليب الصافي والزبده السايحه والفستق والبقبق واللؤلؤ. ايه اللؤلؤ ده؟ انا مش عارف، صافي الشوكولاته. في اي محل ب3 جنيه، مش هقول لك 3 جنيه ولا 2 جنيه، جبتها لغايه حجرك بجنيه. ومنظر سنان امه يكرهك في الاكل. بس انا عايز استغل المكان اللي انا واقف فيه ده ورجاء لكل ام عندها طفل من 2 ل5، يعني امسكي ابنك في ايدك بدل ما هو بيلعب في حاجه الناس كده وعمال، يعني ما ينفعش والله. بس ارجع واقول ان المترو ده اكتر مكان بحس فيه بالامان. العربيه كلها بتطمن عليك، نازل المحطه الجايه ولازم يجيبها بين ضلوعك ويجز، نازل المحطه الجايه يا استاذ. فاحنا كرجاله يعني الشباب عارفين حاجه زي دي، لو انت واقف بعيد عن الباب وعايز تقرب فبتخبط على كتف اللي قدامك وبتعدي بجنبك، صح؟ ففي مره بخبط على كتف اللي قدامي لقيته لف لي، ايوه، قلت له بطبطب عليك وحشتني. عديت منه ووقفت قدام الباب من كتر الزحمه، انا طبعا معمول بوستر على الباب انا اصلا، لقيته هو الانسان بيخبط. نزل المحطه الجايه، قلت له لا، واقف بلمع الازاز. وبعد ده كله بقى نيجي للشباب الجدعان، الشباب اللي فاكر نفسه ان هو جدع. تعرفوا ازاي تلاقي باب المترو بيقفل تن 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 تن، في واحد جاي بيجري من بعيد بقى درجن 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 تن تن تن، قمة الأكشن. في آخر ثانية تلاقي رجل اتدبت، تلاقي اللي كان بيجري من بعيد ده بقى بيمد وممكن يكون بيمشي عادي بقى، خلاص واحد ماسك له الباب ويقوم معدي من تحت باطه كده، ياه. وفرحة الناس بقى والله بالأحضان.
انا بحس والله ان في واحد من العربيه هيعمل زي الافلام الاجنبيه، تلاقيه قايم مره واحده كده يعني انت فاكر ان انت كده جدع؟ انت معطل امه لا اله الا الله وراك. ومؤخرا برضو دي شفتها، مش عارف يعني انتوا اكيد شفتوها، ناس بتتعامل مع المترو على انه جيم. انا شفتها. انا خايف والله في يوم من الايام ادخل المترو الاقيه متقفل مرايات، وتلاقي واد واقف بقى عاش، هي المحطه اللي جايه ايه؟ عاش. شفتوا؟ تخيل كده لو في يوم من الايام قرروا ان هم يعتمدوه كجيم وينزلوا له اعلان على التلفزيون. والله تخيل كده تبقى قدام التلفزيون وبتقلب ومره واحده تلاقي اعلان المترو جه. اعزائي المشاهدين، بشرى ساره لكل الطلبه. ولا تخنت من المذاكره ومش عارف تودي لحمك فين؟ ولا كرشك دلدل من المذاكره؟ ولا بكلمك انت، جينا لكم بمترو جيم. خلونا نشوف مترو جيم بيقدم لك ايه. بس قبل ما نشوف التمارين اللي نقدر نستفيد بيها، خلونا نشوف ايه مميزات مترو جيم. مترو جيم هو ارخص جيم على مستوى الجمهورية. الحصة بجنيه، يعني تشترك 30 يوم، الشهر ب30 جنيه. ارخص جيم. خلونا نشوف ايه التمارين اللي نستفيد بيها. عندنا اول تمرين معانا النهارده هو اول ما تدخل محطه المترو هتلاقي شبابيك التذاكر نفض لها. اول ما تشوف المكنه اجري جريه خفيفه، حط ايدك على المكنه، هوب عديت المكنه. وده اول تمرين معانا يا مدام ساميه، تمرين الوثب في المكان. التمرين ده مفيد جدا يا مدام ساميه للسمانه والترهلات الخلفيه. ندخل على تاني تمرين معانا النهارده وهو تمرين العقله. انك اول ما تدخل عربيه المترو اقفش اي ماسوره فاضيه واخطف لك 50 عقله. التمرين ده مفيد جدا يا كابتن احمد لتكبير عضله البنج. لا مش ليكي يا مدام ساميه. ومش بس كده، بنقدم لك تاني عرض الجري في المكان. تمرين الجري في المكان بقدمه لك في اي محطه فيها سلم كهرباء. دور على السلم اللي نازل واجري عليه عكس اتجاهه. والاول 20 متسابق معانا والاول 20 مشترك معانا بنقدم لك اوفر، وانت بتجري هنزل لك اغنيه احمد زكي وتقدم اتقدم. وبكده يبقى عرض الصيف بتاعنا خلص. خلونا نشوف جربوا مترو جيم قالوا ايه. لقد فقدت 10 أرطال من وزني حين التحقت بمترو جيم. فقد يعني كنت أعاني من السمنة المفرطة في أماكن في جسمي مثل هنا وهنا وهنا. مش مهم بقى. وبكده نبقى خلصنا عرض الصيف النهارده. مترو جيم ده اسمنا، شعارنا هو مترو ميم ت ر واو. 4 حروف اختصار ل4 كلمات هتسمعها من اي بنت هتشوفك بعد التمرين. الميم مش ممكن. الت تحفة. الر راجل. الواو واو يخرب بيت عضلاتك. وبكده نبقى خلصنا عرض الصيف بتاعنا مع مترو جيم. اكيد كرشك هيلم. شكرا.